بسم الله الرحمن الرحيم. الوصفة دي لازم تجربوها، حلوة جدا جدا للولاد. دوت الجمبري بالاندومي. وصفة حلوة جدا وهتعجبكم وتعجب من الولاد قوي. اول حاجة بنحط حوالي 3 معالق زيت، وبعد كده بنحط 3 فصوص ثوم متقطعين وبنشوحهم تشويحة كده بسيطة. هنا بقى ببدأ اشوحهم كده مع بعض علشان يدي طعم حلو. بعد كده خلاص بننزل بقى بالمية السخنة. انا عاملة مية في الكاتل سخنة. اول هنحط المية. البهارات بقى احنا هنحط معلقة بابريكا. انا حاطة بابريكا على شطة حمرا سبايسي شوية عشان الولاد بيحبوا سبايسي، فحطيت يعني زي نص معلقة ونص معلقة كده. وحطيت شوية فلفل صغيرين، معلقة صغيرة فلفل اسود، وبنحط ربع معلقة كمون. بس مش هنحط حاجة بقى تاني. وفي بقى البهارات بتاعت الاندومي هنحطها عشان تدي نكهة حلوة للطعم وكده، فهنحطها. وبعدين اللي عايز بقى يبقى سبايسي قوي شبه التشاينيز وكده، فبتحطي بقى اللي هو الاندومي الكوري. بتحطي بقى الشطة اللي هي الناعمة دي، بتزودي بقى زي ما انت عايزة، بيطلع معاكي مشطشط جامد، طعم بالظبط اللي هي الاندومي الكوري. وهيعجبكم ان شاء الله ويعجب الولاد، وان شاء الله هتجربوه وهتعجبكم الوصفة. ومش هيبقى بس يعني اندومي بس، هيبقى فيه الجمبري، ان احنا يعني يبقى تست حلو كده للولاد تعرف تاكل. انا ولادي بيحبوه جدا. ولو عندك اي شوية شريمب ممكن تحطيهم يعني عادي، ما مش لازم كتير او كده، بس يعني بتدي طعم بس حلو كده للاندومي ويخلي طعمه حلو. فجربوه لولادكم وباذن الله هيعجبهم، والولاد بتفرح بيه جدا يعني. لو عجبتكم بقى الوصفة اعملوا لي شير ولايك وسبسكرايب للقناة، وشكرا لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.